هاتم شوفوا، عندك غادي تجيب مريوت، غتمشي وغتاخد مريوت. ها هي مريوت، شوفها مزيان. ورانا غادي نحط لك حتى كيفاش مشيت هزيتها من البلاصه اللي هزيتها منها. غادي تمشي وغتقلع مريوت. هي هذه هي مريوت. ها هي كتكون نايضه فواحد البلايص ما كيتحرتوش، بلايص اللي ما كيتحرتوش. بحال دابا هاد البلاصه مثلا ما كتحرتش ديما، يعني جاتها في جناب ديال الكرم وداكشي ما كتحرت، ما كتكربل، كتنوض فيها. هادي غادي نشدوها وما غادي نقلعوها، نحيدوها وغادي نجيبو بزاف منها، واحد 3 القبطات ولا 4، وتعالوا نتبعوا الطريقه كيفاش. من الريوت غادي تشدها وغادي تدير عليها كواغط وداكشي تشعل فيهم العافيه وتحط عليهم من الريوت. من الريوت ما كتشدش فيها العافيه، كتعطي غير الدخان. هذاك الدخان هو اللي باغيين حنا. لاش؟ باش غادي يقتل البرغوث. سيد جربها وكان عنده في الكوري، كان عنده البرغوث بزاف. سي الهمزه الله يجازيه بخير هو اللي عطاها ليا، وراه غيكون في الاستماع يقول هذاك السيد راه كذب عليا. قال لي اقسم بالله، قال لي ما بقاتش حاجه، قال لي بمريوت، قال لي ما خليت ما درت، قال لي الادويه كامله درت عليها، قال لي مريوت اخر حاجه هي مريوت. انا ما عنديش البرغوث باش غنجربها. هو قال لي شوف لا ما تجربها بلا والو، قسم لي فمو بالله، وانا كنثيق فيه هذاك السيد. قال لي من الريوت غديرها وتخليها تعطي الدخان وتسد المحل اللي فيه من الريوت. ولكن هو راه كان عنده الكوري خاوي باش نتفاهموا، باش يعطي الدخان. يعني عندك دجاج خاصك تخرجه وعاد تدير هذاك الدخان، باش ما عرفتي يقضي عليه هذاك الدخان ولا شي حاجه، وغتخليه يدخن. قال لي يتزمط بالدخان، قال لي وما يبقاش يدور البرغوث بتاتا. وهادشي اللي كاين. وها هي مريوت، جربوها وتوكلوا على الله. وراه الاسباب الناس راه كتاخذ غير بالاسباب فقط. راه الله سبحانه وتعالى الا بغى يطهر شي حاجه كيطهر الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيشافي العباد، كيشافي اي حاجه. غير حنا كنتاخذوا بالاسباب. اتخذوا بالاسباب، فما عليك اخي اختي الا اتخذوا بالاسباب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.